السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. قبل ما نبدأ القصة ديال اليوم، الله يجازيكم بخير. كما عودتونا ما تنسوناش باللايكات ديالكم، وإلا كنتي جديد في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس على الكل باش ديما يوصلك الجديد ديال القناة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. القصة ديال اليوم ديال واحد الشاب واللي الاسم ديالو مراد، واللي كيبلغ من العمر 28 سنة. هاد الشاب عنده أخت وحدة، الوحيدة، ما عندوش خوت الذكور وما عندوش خواتات اللي هما كتار، عنده خوت وحدة. هاد السيد عايش مع الأم ديالو والأب ديالو والأخت ديالو. وهاد الشاب اللي هو ما عندوش مع دوك الخرجات مع الأصدقاء والقصاير على برا، وما مبلي ما والو. الدري مهتم بالجسم ديالو، اكل صحي، الرياضه. الدري مهتم بالجسم ديالو وعطاه الله سبحانه وتعالى واحد الجسم اللي هو ضخم. الدري مقلطم وصحيح. قدر الله ما شاء فعل، الوالدين ديالو توفاو، توفى الاب ديالو، توفات الام ديالو، والاخت ديالو تزوجات. هاد العائله هادي كانت ميسوره الحال، كان الناس اللي لاباس عليهم. هنا من بعد ما توفاو العائله ديال هاد الدري مراد، بقى الوحيد في الدار. هو ما مزوج ما والو، اختو تزوجت، هو الوالدين ديالو توفاو وبقى بوحدو في الدار. خلاو ليه الوالدين ديالو الدار، خلاو ليه الطوموبيل، وخلاو ليه شي حاجه ديال الفلوس، خلاو ليه باش يعيش ويعيش مزيان. هاد السيد غادي تقلب الحياه ديالو 180 درجه. انسان اللي كان مقابل الصلوات ديالو، مهتم بالجسم ديالو، كان دري اللي كيضرب به المثال. كان عنده واحد الصديق ديالو واللي سميتو فؤاد، نوبه نوبه كيجلس معاه. كان عنده اصدقاء بزاف، ولكن هذا الصديق ديالو فؤاد هو عشيرو، كما تنقولوا الصديق الحميم، اللي ديما كيتسهر هو وياه وتيعاودوا الاسرار، ولا بغا يسافروا كيسافروا مجموعين. هاد السيد من بعد ما توفاو الوالدين ديالو والاخت ديالو تزوجات، ولى تيعمر مع هاد الصديق ديالو بزاف، لانه ما كاينش ما عنده وليدات مع من يجمع. ما عنده الاخت ديالو تزوجت، ما وبقى وحيد في الدار. ولا كيمشي تيتعاشر مع الصديق ديالو بزاف، تيعمر معاه بزاف، وتيعيط ليه الدار، تيقصر معاه. ولات اغلب الاوقات مع هاد الصديق ديالو فؤاد. ولكن هاد الصديق العكس ديال مراد. هاد الصديق هذا فؤاد انسان اللي هو مبلي بالشراب، الكمايه، الفساد، كاع الطريق. كما تنقولوا الطريق الشمال غادي فيها هو. ما عندوش هو مع داكشي ديال انه يهتم بالجسم ديالو والصلوات، داكشي ما عندوش معاهم. هنا هاد الدري بحكم المعاشره غادي يتبلى حتى هو. هاد مراد غادي يتبلى حتى هو بالشراب وبالكمايه، وبيولي يقول ليه نجيبو دريات، صافي بلاه. ولاو كيجيبو شريبات يقصروا بعضياتهم، ولاو كيمشيو للبيران. هاد السيد هاد فؤاد الحاله الماديه ديالو على قدو، ما عندوش شي فلوس اللي كثيره. الا مشى للبيران كل نهار ما يقدرش. ولكن هاد مراد من بعد ما خدا البليه من الصديق ديالو، ولا كيمشي للبيران. الفلوس موجوده، خلاو ليه الوالدين ديالو الفلوس، وخلاو ليه السياره، وخلاو ليه الدار. فعلا ولا كيمشي للبار مع الصديق ديالو. بعد نوبات الصديق ديالو ما عندوش باش يمشي، تيمشي غير راسو. تيمشي داخل واحد البار ولا كيمشي ليه بزاف. وهذاك البار فيه واحد البنت واللي الاسم ديالها حياة، واللي كتبلغ من العمر 43 سنة. هاد البنت كانت تغني في هاد البار، وكان هاد الدري مني جا للبار ولا تعجب بها، ولا شافها هاد البنت لآية من الجمال. المهم تغرم بها هاد مراد، تغرم بهاد الحياة هادي. ولا هي فاش تكون تغني كيجي حداها وتيبدا يغرم عليها، وتيعطيها الفلوس بالزايد، هكا باش يثير الانتباه ديالها. السيد عنده فلوس موجودة، تيعطيها الفلوس، يغرم عليها، هي غير باش تعطيه الاهتمام. يوميا تيخسر 1000 درهم 2000 درهم يوميا، ومبقاش قدر انه يمنك على داك البار نهائيا. هنا هاد حياة غادي تشوف هاد الدري كيخسر يوميا واحد المبلغ اللي هو كبير، 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم في الليلة.
هنا كتقول هاد الدري هذا الانسان لا باس عليه، غادي تقرب منه لانها ولا صورت منه الفلوس، تقربت منه، هو داكشي اللي بغا يثير غير الانتباه ديالها. منين هي تقربت منه فعلا دارت علاقه مع هاد السيد هذا، ولا تجلس معاه كيتبادلوا الحديث، كيشربوا شراب مجموعين. هنا غادي تطور العلاقه ديالهم، من البار غادي تخرج لبرا ديال البار، غادي يوليو يتلاقاو في القهوه، غادي يولي يعرض عليها للدار، غادي يولي يقصر هو وياها في الدار. السيد لقات عنده الفلوس، تعطيها فلوس ما كيتحاسبش، مهلي فيها بمعنى الكلمه، اي حاجه حلت على الفم ديالها تعطيها ليها وتعطيها الفلوس. وكان قال لها فاتحه، قال لها فاتحه في واحد الموضوع ديال الزواج، قال لها ودي انا بغيت نتزوج بك وراه معجب بك. قالت ليه حتى هي مرحبا. هاد السيد اللي هو عنده 28 سنه وهي عندها 43 سنه، فعلا السيد تغرم بها بزاف ولا تيغير عليها. ملي كيمشي للبار وكتكون هي كتغني في داك البار، ولا ما تيبغيش يخلي شي حد انه يجي يعلق لها الفلوس، يغرم عليها ولا يعطيها فلوس ولا يتقرب منها ولا يبغي يشطح معاها. كيجي كيدفعو، كينوض الشوشره في هذاك ذاك البار، كيخرجوه السيكوريتي برا، وكاين نهار الاخر تاني تيعاود يرجع. المهم هو هاد السيده بقات عنده علاقه معاها، كيمشي عندها للبار كيجيبها للدار. هذاك الصديق ديالو فؤاد واحد النهار مقصر هو وياه، قال له ودي شتي فلانه اللي كتغني في البار؟ قال له هي. قال له ديك السيده راه صافي ما بتخرج لياش من المخيله ديال العقل ديالي. قال ليه راه شتي هذيك ياك ما بداك الجمال وكل شيء، وراه طيحتها في الشبكه راه ولجات عندي للدار. قال لي صاحبي ما تقولهاش، هذيك البنت معفره وعاجبها راسها، ما يمكنش هذيك الوقت. قال لي اودي تنقول لك انا الصح، راه هذيك السيده جات عندي للدار وراه طيحتها في الشبكه كما تنقولوا، وراه جات عندي للدار. صاحبو تفاجئ لانه هو سابقو في هذاك البار وعارف ان ديك البنت اللي هي ما كتعطيش الوقت اللي من موالاه غير الناس اللي بوكو العاقه. هنا صاحبو تفاجئ كيفاش، قال لي والله الا جبتها للدار وراه عندي معها علاقه وراه باغي نتزوج بها وراه ما قدرش ننساها. المهم بقات هادي هي الحياه ديالو، ديما تيمشي تيقصر، نوبه نهار يومين تيمشي لعندها للبار، فين ما بغاها كيجي عنده تجي عنده للدار. بقات هادي هي الحياه ديالهم دائما. اش غادي يطرا؟ هاد السيد مراد تقادت ليه الفلوس، ما بقاش عنده فلوس لانه كان تيخسر مبالغ ليا كبيره في كل ليله، والشرابات وغير راحه. اش غادي يدير؟ غادي يبيع الدار ملي ما بقاش عنده فلوس، باش انه يقدر يشرب ويقدر كيغرم على العشيقه ديالو. غادي باع الدار مشاكره وبقى على نفس الحال، بقى تيمشي عند هاد السيده كيجيبها لعندو، بقات علاقه مستمره والغرامه بقات مستمره، بقى تنفق على هاد السيده مبالغ ليا كبيره، حتى كمل فلوس الدار كامله اللي باع بها الدار. بقات عنده الطوموبيل حتى هي زيدها للبيع، صفاها لكل شيء هو، وكل شيء خسروا في البار وخسروا على هاد العشيقه ديالو بنت البار. هنا الصديق ديالو فؤاد عرف بان السيد صافي جاه افلاس، ولا كيجي يبغي قريعات ديال الشراب وكيعيط على الصديق ديالو فؤاد، مبقاش عنده القدره باش انه يمشي للبار عند العشيقه ديالو، ولكن هو ما قدرش ينساها. هناك بقى كيتحسر لانه مبقاش عنده فلوس، وقال صاحبو انا مبقيتش قادر لقيت باش نمشي لهداك البار، وديك السيده ما تنقدرش نقعد بلا ما نشوفها. وبقات يعاود ليه وراه انا ما بقاش عندي فلوس. المهم الصديق ديالو فؤاد عرفو ما بقاش عنده فلوس. هنا فؤاد كان مره ديك مره في الاسبوع، مره في 10 ايام تيمشي لذاك البار. وهاد مراد ما بقاش كيمشي نهائيا لانه جاه افلاس، ما بقاش عنده فلوس نهائيا. ولا مشى هذاك الصديق ديالو فؤاد للبار وعاود العشيقه هاد الحياه عاود ليها كل شيء على الصديق ديالو مراد. قال لها بان داك السيد راه صافي كمل، لان هي سولاتو فين هو الصديق ديالك اللي كان تيجي معاك، قال لها السيد راه ما بقاش عنده فلوس. هنا قال لها راني مستعد انا نكون في بلاصتو وراه ما يخصك معايا حتى شي خير. فعلا السيد فؤاد تا هو بدا تيطمعها باش يطيحها في الشبكه، بدا تا هو تيخسر عليها الفلوس. ملي بدا تيخسر عليها الفلوس
السيده طاحت معاه حتى هو، دارت معاه علاقه غير شرعيه، وولات مع ديك العلاقه اللي كانت مع مراد ولات مع فؤاد. وهي قلبات على مراد لانه مابقاش كيجي للبار، وملي كيعيط لها تقول جي عندي تقول لي ما مسالياش. المهم ما خرجتش ليه ديريك انه قالت ليه انساني ولا شي حاجه، ولكن قلبت عليه تتقول لي ما مسالياش وكتهرب منه. وفي حين انها ولات عندها علاقه مع فؤاد. اش غادي يطرا؟ كان نوبه هاد مراد تيجيب قريعات ديال الشراب تيعيط لفؤاد، تيديروا جليسه ديالهم، وديما تيشربوا الشريبه ديالهم، نهار عند هذا نهار عند هذا. وكاين اصدقاء اخرين حتى هما تيكونوا في هذا المجمع هذا. هنا واحد النهار مراد غادي يجيب الشريبه ديالو لانه فيه النوبه، وغادي يجيب القرقوبي ويجيب جوينات ويجي يقول لي راه كاين دايرين هما النوبه دارت كل واحد تيتقدى نهار وكيديروا جليسه الخمريه ديالهم. هنا غادي يعيط للصديق ديالو فؤاد وغادي يقول ليه المسائل راه واجده جي. قال لي فؤاد اسمح لي راه عندي واحد الغويريد اليوم ما غادي نجيش، غير اسمح لي ما نقدرش نجي. هنا غادي يتصل بواحد جوج اصدقاء اخرين، واحد جوج صحابهم اخرين كيريحوا معاهم، حتى هما غادي يقولوا ودي ما مسالينش، راه عندنا واحد بريكور في البلاصه الفلانيه ما مسالينش ما غادي نجيوش. هنا مراد تقدس سلعه تيشوف راسو بدوز عنده ديك الليله ماشي تلهيه، بوي كان جالس غاب بوحدو ما كاينه معنا، كان جامع شي صريف، كان عنده واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم في جيبو. قال والله حتى نمشي نرجع تاني للبار، من هانيت نشوف منين ما كاينينش صحابي، من هانيت نشوف حياة شحال هادي ما شفتها ونشبع منها نشوف ونقصر معاها شويه وندوز الليله ديالي تما ونجي. هذا الشيء اللي كان. مشى لهداك البار، منين مشى تلقى فؤاد هو وحياة جالسين في طبله وحده وكيتمازحوا حاطين الشريبه ديالهم. فؤاد غير شاف الصديق ديالو قال صافي هذا اليوم الاخر ليا معاه، هنا ما غادي يحملش راسو انني مريح ليه مع العشيقه ديالو اللي كيحلم انه يتزوج بها. السيد فرتح، هذاك فؤاد خرج من البار وسلت. هنا مراد غادي يتشابك مع حياة في البار. علاش انت كتخونيني، انت ما مزياناش، انت غدرتيني مع صاحبي، انت كتقولي ما مسالياش، وانت خويتي بيا ملي مبقاش عندي فلوس، خويتي بيا، وفين هي ديك القضيه اللي كنت نبغيك وانا غادي نعيش معاك ونتزوج بك. هنا كتقولي شوف دارت فيا دوره شيطانيه، قالت لي سير بعد مني ومن اليوم ما باقيش تعرفني. المهم ضربوا وياها، بدا تيهرس في الطبالي، تيهرس في الكراسه. جا السيكوريتي خرجوه هو ودوك العمال ديال دوك البار، هذوك السربايه والناس اللي خدامين تم، خرجوه رموه برا. هنا الصديق ديالو فؤاد برات عليه كما تنقولوا، تشقت الارض وبلعاتو، ما بقاش عرفو فين كاين، تيقلب عليه ما لقاهش، وكيعرف ان فؤاد الا لقاه مراد غادي يصفيها ليه، صافي غبر. هاد السيد بعد ما هرس هاد الطبالي وهرس هاد الكراسه، جا مول البار وقال لي شكون دار هاد المنكر هذا، قالوا ليه راه فلان، وراوه الفيديو في الكاميرا ديال شكون هو اللي هرس. قال هو يجمع السيكوريتي ديال تما وقال لهم هذا ما باقيش كيدخل عندي للبار نهائيا، الا دخل نتوما تمشيو في حالاتكم. ومن بين هاد كان هذيك النهار واحد السيكوريتي اللي هو خاص بهذاك الاسبوع اللي عنده الليليه، حيت هو كان داير لهم كل شي وحدين كاينين لداخل وشي وحدين كاينين على برا. وواحد هاد السيكوريتي اللي بغا يكلفوا بانه باش يمنع هاد السيد هذا كاين على برا، خدام على برا، قال ليه شوف ممنوع يدخل، الا دخل تمشي انت في حالاتك. هنا اش غادي يدير مراد؟ غادي يقلب على فؤاد ولكن ما لقاهش. مشى للدار ديالو وقال هذا اللي غدرني والله ما سني ما نصفيها عليه. مشى هز واحد الجنويه، ديك الجنويه باش يذبحوه في العيد الاضحى، ويدي عند واحد السيد كيمدي جناوه وقال لي شوف هاد الموس بغيتو يرجع ماضي بحال سي زوار.
السيد تخلع، قال ليه لاش اوديك سي باس ما كاين. قال ليه قلت لك غير مد ليا الموس راه غادي نتهلا فيك. قال لي الا بغيتي نمد لك شي منضه ناضي تعطيني 30 درهم. قال لي نعطيك 50 درهم ولكن ردوا ليا. قال لك سي باس ما كاين. قال لي ودي عندي واحد المناسبه وبغينا نذبحوا واحد العجل، عندي واحد المناسبه. السيد رد ليه الجنوي رق من زيزوار ماضيه، داها لواه في واحد الجورنال، دا هذا خشاها خشا القبضه تحت السمطه ديال السروال ودار سميتو عليه ودار جنويه الفوق. بعد ما دار هاد القضيه هادي دز الجنويه، اش غادي يدير؟ غادي يمشي وغادي يبدا يقلب على فؤاد، تيقلب اللي سول في الاصدقاء تيقول له ودي ما شفناهش حتى غادي يلقى واحد الصديق ديالو اللي كيعرفو ما شتيش فؤاد. قال له ودي ما شفتوش، هو راه شافو. كانوا جالسين هذوك الاصدقاء تما في واحد البليصه في واحد الجريده. قال له ودي ما شفتوش. غادي يفوتو وغادي يمشي عند صاحبو اللي قريب منه تا هو جالس تمايا. قال ليه واش ما شفتيش فؤاد؟ قال له ودي غادي تمشي للبليصه الفلانيه وراه تما غادي تلقاه جالس مع شي دراري. هنا اش غادي يطرا؟ بعد ما قال ليه هو هادشي غادي يقول لي الصديق ديالو علاش قلتيها ليه، راه غادي يمشي وغادي يصفيها ليه. قال لي دبر روسهم انا ماشي شغلي. منين مشى لديك البليصه اللي نعت ليه هاد الصديق هذا كيشوف بان فؤاد راه مريح مع شي دراري. مشى قاصدو، جبد الجنويه ومشى قاصدو. فؤاد هرب فرتاح، داز من شي ضربه غبرت عليه الارض، ما عرفوش فين مشى. قلب عليه والو ما لقاهش. اش غادي يدير؟ قال والله حتى نمشي نصفيها لهاديك الغداره، بعد ما هذا هرب ليا غادي نصفيها ليه، غادي نصفيها فين ما قبضتو، غادي نمشي نصفيها لهاديك خويتنا هاديك اللي غدرتني، اي على العشيقه ديالو حياه. فعلا مشى دار الجنويه ديالو تكيطم، مشى للبار، لقى السيكوريتي اللي وصاه مول البار. قال ليه ممنوع هذاك يدخل. وقف قال لي ودي مراد راه مول البار. قال لي ما تدخلش لان ديك الفوضى اللي درتي النهار الفلاني راه كلشي شافو، وقال لي ممنوع يدخل هذاك السيد، وإلا دخلتي انت راه انا غادي تحرم لي رزق وليداتي وانا مزوج وعندي وليدات وغير كاري. قال ليه انا غادي ندخل ولا تندخل. عين على الشيطان، عيا معاه هذاك البودي كارد. صحيح هو يدفع مراد، دفع مراد. من مراد هو ينوض، منين ناض هو يجبد الجنويه هو يدقها في هذاك سيكوريتي. جمهرة الناس نقلوا السيكوريتي للمستشفى، ولكن السيد توفى في المستشفى لأن الضربة اللي عطاه ضربة قاتلة. هنا السيد اللي معين الوحيد للأسرة ديالو واللي خدام على وليداتو صفاها ليه، رغم أن هذا العمل ماشي هو شي عمل اللي هو عمل شرعي، ولكن كيبقى مصدر الرزق ديال تيدخل على وليداتو بعدا واحد شويه، هو خلاهم كما كنقولوا عرضه للشارع. هنا اش غادي يدير هاد مراد؟ غادي يفرتح لان عرف مول البار غادي يعيط للبوليس وغادي يلقاو عليه القبض. مشى للدار ديالو. هو اش قال مراد مع راساتو؟ قال راني السيد غا ضربتو بالموس، ما قالش راه ان السيد غادي يموت، قال واقيلا السيد غا جرحتو. مشى للدار ديالو بحال شي ما كاين. البوليس غادي يجيو للبار وغادي يشوفوا شكون هاد السيد اللي دار هاد الفوضى. الكاميرا قبضاتو، تعرفوا عليه، وصلوا ليه، بحكم ان الاصدقاء ديالو تيجو تم غادي يبحثوا معاهم البوليس وغادي يوصلوا ليه حتى للدار ديالو. علاش ضربتي السيد؟ قال لهم ودي تشاجرت انا وياه ما خلانيش ندخل. قال لي فراسك السيد راه فارق الحياه، راه مات. ديك الساعات قرقبوا عليه وداوه معاهم السنتر. هاد السيد غادي يتقدم للمحاكمة وغادي يتحكم ب25 سنة ديال السجن. إلى هنا كنوصلوا لنهاية القصة ديال اليوم. ما تنساوش اللايك والبارطاج.